نادي الزمالك عملها وحل 8 قضايا من مشاكل القيد، هنتكلم عليهم في الفيديو ده. خليك معنا للآخر، وكمان في كام خبر في آخر الفيديو مهمين جدا وأخبار حصرية في الكرة المصرية. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وكمل معي في الآخر عشان تعرف كل التفاصيل اللي تخص ال8 قضايا اللي حلهم نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، واللي الزمالك حلهم علشان الرخصة الأفريقية. وأول قضية حلها نادي الزمالك كانت تقدر ب120,000 دولار، والقضية دي كانت خاصة بجوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق، واللي كان ليه باقي مستحقاته قيمتها 120,000 دولار، والزمالك قدر يخلصها ودفع المستحقات كاملة لجوزيه جوميز، وقدر يخلص قضية جوزيه جوميز التي تقدر ب120,000 دولار في الفيفا. ثاني قضية وهي 30,000 دولار، وده كان مساعد من مساعدين جوزيه جوميز. يعني الزمالك خلص قضية جوزيه جوميز وخلص القضية الثانية اللي تقدر ب30,000 دولار لمساعد جوزيه جوميز. والقضية الثالثة معانا وهي كانت قيمتها 133,000 دولار، والقضية دي كانت خاصة بكريستيان جروس. يعني نادي الزمالك خلص جوميز، خلص مساعد بتاعه، خلص قضية كريستيان جروس واللي قيمتها 133,000 دولار. معانا القضية الرابعة واللي قدر يخلصها نادي الزمالك، وهي قضية فرجاني ساسي اللي تقدر ب505,000 دولار. والقضية دي لأن الرقم فيها كان كبير، فالزمالك قدر أحد مسؤوليه يتواصل مع النجم الزمالك السابق فرجاني ساسي، وأقنعوا واتفقوا هما الاثنين مع بعض إن يتم جدولة مستحقات فرجاني ساسي وياخدهم على اقساط. يعني فرجاني ساسي حبا في الزمالك وفي جمهوره، وحبا في الفتره اللي عاشها في مصر واللي شافها من حب وامتاع من جمهور نادي الزمالك ومن دعم ليه طول الوقت من اول ما جه لحد ما مشي، حبا من الزمالك ومن جمهوره، وافق على جدولة مستحقاته وهياخد ال505,000 دولار على اقساط. القضيه الخامسه معانا 198,000 دولار، والقضية دي كانت خاصة بصفقة عدي الدباغ للنادي اللي جابوا منه الزمالك. عدي الدباغ نادي اللي تعاقد مع الزمالك وجاب منه المهاجم الفلسطيني اللي خلص لنا كام مباراة مهمة جدا، المهاجم اللي ما شفناش زيه في الفترة الأخيرة، المهاجم التقيل على الكورة، المهاجم اللعيب، المهاجم اللي بيرقص، المهاجم اللي كان سبب في الدوري وكان هيكون سبب في الكونفدرالية الأفريقية. المهاجم عدي الدباغ ده كان باقي للنادي اللي جاء منه الزمالك 198,000 دولار، والنادي كان رافع قضية كمان في الفيفا على نادي الزمالك، والزمالك قدر يدفع ويخلص القضية. يبقى كده معانا 5 قضايا خلصوا في الفيفا لنادي الزمالك. القضية السادسة وهي 250,000 دولار، 250,000 دولار للنادي المغربي علشان صفقة صلاح مصدق. يعني النادي المغربي كان ليه عند الزمالك 250,000 دولار، ودي قيمة باقي صفقة صلاح مصدق وجايته لنادي الزمالك، والزمالك قدر يخلصها. والقضية دي السادسة اللي خلصها نادي الزمالك. القضية السابعة اللي خلصها نادي الزمالك وهي 80,000 دولار للاعبه أحمد الجفالي. حد يفتكر اللاعب ده؟ حد يفتكر لعب؟ حد يفتكر أصلا؟ حد يفتكر عمل أي حاجة؟ لا، لكن اللاعب كان له مستحقات وطبيعي انه ياخذ مستحقاته، فاللاعب خد مستحقاته كانت قيمتها 80,000 دولار، وخلصت قضيته في الفيفا مع نادي الزمالك. القضية الثامنة اللي خلصها نادي الزمالك وهي قضية مساعد يانيك فيريرا، وكانت قيمتها 60,000 دولار. يعني الزمالك لحد دلوقتي مخلص 8 قضايا من اصل 18 قضية. باقي القضايا اللي خاصة بنادي الزمالك واللي الزمالك ما خلصهاش هي قيمتها المادية قليلة، يعني مش حاجة تخض، لأن الزمالك في أرقام في 30 وفي 20,000 دولار وفي 50,000 دولار، لكن الزمالك كان مؤخر الدفع للقضايا دي كلها لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، لأن احنا كنا فاكرين أو كنا عشمانين إن احنا هناخد البطولة، لكن ما حصلش، لأن الزمالك بلعيبته خيب ظن جمهوره، واللعيبه بالذات خيب ظن النادي والاداره، لان بطوله الكونفدراليه الافريقيه كانت قيمتها 4 مليون دولار، ودول كانوا هيفرقوا مع الزمالك، هيفرقوا مع الاداره، هيفرقوا مع اللعيبه، هيفرقوا مع الانديه اللي جت منها اللعيبه، دول كانوا هيفرقوا مع كل حاجه تخص نادي الزمالك. لكن ما باليد حيله، لعيبه الزمالك عملوها وما فازوش بالبطوله الكونفدراليه والحمد لله. لكن
نادي الزمالك يبقى الزمالك، مجرد ما اتحط في الامر الواقع خلص كل القضايا. لكن انا كزملكاوي واي حد مكاني كنا عايزين ان نادي الزمالك يخلص القضايا دي من غير ما تحط في الامر الواقع، من غير ما يبقى في اخر الشهر للدفع، من غير ما نترجى ومن غير ما نطلب من الكاف انه يمد لنا المهله شهر او شهرين. كنا عايزين ان احنا اللي نبقى مخلصين القضيه دي. الخبر المهم واللي كله مستني عليه اخر الفيديو، ما تنساش عليه اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وهو مدرب بيراميدز. مدرب نادي بيراميدز الكرواتي قبل ما يسافر كرواتيا علشان يقضي الاجازه بتاعته عمل ايه؟ ودع لعيبه بيراميدز كلها، ودع جهاز المعاون المصري كله. وبكده المدرب بشكل يعني محدش عارف ياكد الخبر بالظبط، لكن يعني نسبة 70-80% المدرب مش راجع بيراميدز تاني. المدرب في الوقت الحالي في أخبار كتير جدا بتتداول إن المدرب في الوقت الحالي رايح النادي الأهلي. يعني المدرب الكرواتي بتاع نادي بيراميدز في الفترة دي هو رايح النادي الأهلي. كمان في كام خبر يخصوا نادي الزمالك وجمهوره. نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بيبحث جاهدا على مراكز ناقصة في الفريق، وهو بديل لعبد الله السعيد، لأنه محمد شحاتة محتاج لاعب يسانده يبقى مكانه لو غاب. كمان لاعب بديل لشيكو بنزا، لان احنا ما عندناش بديل لشيكو بنزا لحد دلوقتي. كمان لاعب بديل لاخوان الفينا، بديل مؤثر. كمان بيدور على مهاجم يكون بديل مؤثر. بندور على مدافع يكون جنب محمد اسماعيل عشان الكوارث اللي بنشوفها من حسام عبد المجيد. كمان شفنا امبارح مباريات منتخب مصر، مباراة المنتخب الروسي، والمباراة اللي انتهت بفوز مصر بهدف مقابل لا شيء للمنتخب الروسي. وفاز منتخب مصر بأول بطولة بقيادة الكابتن العميد حسام حسن، بأول بطولة ودية وهي بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة. 1000 مليون مبروك للمنتخب الوطني، و1000 مليون مبروك للكابتن حسام حسن على الفوز بأول بطولة اللي في تاريخه، وهي البطولة اللي بتدير مع منتخب مصر. والحمد لله اللي احنا قدرنا نفوز بالبطولة دي. لكن في كام مستوى للاعب محتاجين نقف عندهم، وهم لعيبه منتخب مصر. يعني من الدفاع اللعيبه تحسها لعيبه ثقيله على الكوره، مش عارفه تصمم هجمه مرتده. يعني في اول 33 دقيقه قبل خروج زيزو وقبل خروج امام عاشور كنا شايفين ان منتخب مصر بيلعب على المرتده وبيدافع طول الوقت، الا ان منتخب مصر ما شفناهوش في هجمه مرتده كملها صح. ما شفناش منتخب مصر في هجمه مرتده لعبها كويس. ما شفناش منتخب مصر في هجمه مرتده الجناح عامل حاجه طفره غير اي حاجه. لا، منتخب مصر هو منتخب مصر، مفيش اي جديد فيه، مفيش اي جديد نهائيا. ما بيعرفش يلعب الهجمه المرتده بسرعه ابدا. عندك محمد هاني لعيب تقيل على الكوره رغم الاشاده اللي احنا بنشيدها بيه عشان هو كان صاحب الاسيست اللي جاي منه الهدف. والمهاجم اللي جاب الهدف ده لعيب ومستقبل منتخب مصر، لانه مهاجم من اول فرصه اتاحت له للتسجيل سجل منها. يعني هو ده اللي احنا هنحتاجه في كاس العالم، لان في كاس العالم مش هيجي لك فرصه واثنين وثلاثه والف في المباراه. هو لو جات لك فرصه او اثنين ده انت تشكر ربنا على كده، لان كل الفرق ده كاس عالم المنتخبات والعالم كله بيشوفوا كل الفرق بتبقى واخده حظر دفاعي جامد جدا. ولكن المنتخب المصري لعب منذ الدقيقة 33 ولعب الشوط الثاني كله بطريقة حلوة جدا وبطريقة بسطتنا احنا كمشجعين. وشفنا اللاعب تريزيجيه في بداية المباراة. يعني يا عم تريزيجيه انت بتضيع ايه؟ او احنا واخدينك المنتخب تعمل ايه؟ عشان تضيع لنا الفرصة الوحيدة اللي كانت هتجي لنا طول الماتش. يعني هو في كاس العالم هيتاح لنا فرص زي كده يا تريزيجيه؟ مش هيتاح لنا فرص زي كده. لكن نتمنى من حسام حسن العميد ان هو يراجع اختياراته في تريزيجيه، لان تريزيجيه حاليا مع اللعب في الدوري المصري ما بقاش تريزيجيه اللي انت كنت بتجيبه، والصاروخ كنت بتجيبه وكانوا بيجيبوا له منتخب مصر وكنا بنقول عليه محترف. تريزيجيه حاليا مش محترف يا كابتن حسام حسن. لو انت كنت فاكره محترف لحد دلوقتي فهو مش محترف. لو وصلت لاخر الفيديو ما تنساش باللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد.